قبل ما تصب متر واحد خرسانة في الأرض بتاعتك، سواء كنت هتبني عمارة أو هتبني فيلا، لازم تكون عامل تقرير جسات للأرض في مكتب هندسي معتمد، علشان تكون متأكد بنسبة 100% إن التربة بتاعة الأرض بتاعتك صالحة للبناء عليها، وإن هي هتقدر تتحمل الأحمال اللي هتيجي عليها من المبنى اللي هتبنيه، سواء كان عمارة أو فيلا. في الفيديو اللي ظهر قدامكم على الشاشة ده قطعة أرض مساحتها تقريبا 600 متر، صبوا فيها طبقة النظافة أو الخرسانة العادية اللي بتكون تحت الأساسات، وبعد كده اكتشفوا إن التربة بتاعة الأرض دي تربة طفلية غير صالحة للبناء، وللأسف اضطروا إن هم يكسروا كل الخرسانات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. الخسارة في الفيديو ده أو الخسارة نتيجة إن هم صبوا قبل ما يعملوا تقرير جسات تقريبا مبلغ 300 ألف جنيه بسعر النهاردة، في حين ان تقرير الجسات النهاردة تكلفته 10,000 جنيه، يعني خسروا 300 ألف جنيه مقابل ان هم وفروا 10,000 جنيه. علشان كده بنصح اي حد قبل ما يبني او قبل ما يصب متر واحد خرسانة في قطعة الارض بتاعته يعمل تقرير جسات في معمل هندسي معتمد.